اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير أو مساء الخير على حسب ما بتشوفوا الفيديو بتاع النهاردة. طبعا الشتا دخلت وعايزين حاجة كده تدفينا، فهنعمل مع بعض محشي طعمه زبدة جميل جدا جدا جدا. طبعا معايا الطريقة وإن شاء الله تعملوه وتجربوه ويعجبكم. أول حاجة طبعا جايبين كرنباية كده صغننة حلوة وهنسلقها. بعد ما الكرنبة اتسلقت وقطعناها هنبتدي بقى نعمل الخلطة بتاعة الرز. عملت ايه؟ جبت حلة قطعت فيها حتة كده من اللية او حتة دهنة كده، وحطيت عليهم 3 معالق زيت كده. واول ما اصفرت اللية اللي معايا نزلت عليهم فلفل الوان، وكمان تقطعت عليهم قرن فلفل حامي كده. واول ما دبلوا معايا هنزل عليهم بكمية البصل اللي انا مقطعه معايا، حوالي 4 بصلات متقطعين صغير كده على ايديا، يعني مش فرماهم في الكبة ولا حاجة، متقطعين خرط صغيرة كده على ايديا. يبقى حطيت حتة من اللية، واول ما دبلت معايا واصفرت نزلت عليهم بالفلفل. واول ما الفلفل معايا دبل وشميت كده ريحته نزلت عليهم بالبصل. نزلنا بقى بالطماطم بتاعتنا اللي احنا ضربنا في الخلاط، سيبناهم لغاية ما الطماطم كده، الطماطم اللي معايا اتسبكت كويس جدا. نزلت عليهم كزبرة ناشفة وشوية كاري، يعني نص معلقة صغيرة من الكاري، كزبرة ناشفة وفلفل اسمر وملح. لو عندك مكعب مرقة تنزلي عليه عادي. تمام. بعد ما ضفنا كده كل البهارات اللي معانا قلبناهم في الصلصة. معايا هنا حوالي كيلو من الرز، هنزله على طول على الصلصة بتاعتي. هنا بقى اول ما نزلت الرز قلبت في الصلصة، ننزل عليه بقى بالخضرة. الخضرة بتاعتنا 3 ربط من الخضرة اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة، والرشة بقى الجريئة بتاعتنا دي اللي هي معلقة من النعناع الناشف، دي بتدي طعم وريحة جميلة في المحشي. خلاص قلبنا الرز بتاعنا وحطيته كده في الطبق عشان خاطر يبرد، عشان نعرف نحشي بيه ايه المحشي بتاعنا. حطينا هنا اللحمه، حطيت عليها بصلتين وطماطمايه كده متقطعه وقرن فلفل رومي، كزبره ناشفه وملح وفلفل اسمر، وكمان عود من القرفه، وكمان حطيت 3 فصوص من الثوم. حطيناهم على النار وهسيبهم كده مع اللحمه لغايه ما اللحمه دي تتشوح. غطيت كده عليها يعني، واهم حاجه ان احنا نشوح اللحمه حلو. تمام. نيجي بقى هنا نلف ورق الكرنب، طبعا بنرص الاخضر من تحت وبعد كده الابيض من فوق. تمام. على فكرة انا بحب احشي ورق الكرنب لانه بيبقى سهل جدا جدا في اللف، عن ورق الخس، عن ورق ورق العنب. كل ده طبعا بينفع يتحشي. ورق اللفت عايز اقول لكم ان احنا عملنا كمان حله صغيره من ورق اللفت، بس انا بستسهل جدا ورق الكرنب، يعني ممكن عندي استعداد الف في كرنبتين كده وانا واقفه لانه بيبقى سهل جدا. تمام. طبعا في الحله دي حاطه طماطميه متقطعه وعليها فصين من الثوم، فلفل وقرن فلفل حامي، وكمان بهارات ملح وفلفل وكزبره ناشفه وكمون. اللحمه معانا اهي اتشوحت، لونها كمان اتغير، زودتها ميه وسبتها بقى لغايه ما تستوي. استوت وطفيت عليها عشان تظبطي بقى ورق الكرنب. شايفين انا مزوداه بس ما غطستهوش للاخر، سبت الصف الفوقاني خالص باين كده، يعني خليت الميه تحت الصف اللي من فوق. تمام. جبت مكعب مرقه دوبته في كوبايه ميه دافيه سخنه يعني، ونزلت عليهم على ورق الكرنب. اه شايفين سبت الصف اللي من فوق باين، ما غطستهوش ميه، الميه من تحت الصف اللي من فوق على طول. تسيبه على النار، اول ما تشرب نهدي عليه النار، وبعد كده بنسيبه كام سوا زي ما عملنا في ورق الكرنب هنعمل كمان في ورق اللفت. تمام. برضو مكعب مرقه، وهنزوده برضو شوربه ونسيبه بقى ايه برضو لغايه ما يستوي. كان بقى هنا الاكل استوى بتاعنا. شايفين ورق اللفت عشان الاطفال بيحبوا ورق الاخضر، فعملنا لهم كده حله صغير من ورق اللفت. وهنا ورق الكرنب، شايفين بقى حاجه كده عظمه.
وهنا كانت اللحمة بقى زي ما قلت لكم كانت استوت، وشايفين بقى لون وجمال وحلاوة الشوربة، طعمها جميل جدا. شوحيها كويس، وان شاء الله هتاخدي منها احلى واطعم شوربة. اتمنى بقى يكون الفيديو بتاعي النهارده عجبكم. ما تنسيش بقى تحط لايك وتشترك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. مع السلامه.